بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الحمد لله إن ربنا بلغنا الأيام العشر العظيمة، أيام فعلا أقسم بيها الله سبحانه وتعالى، والرسول قال لنا فيها إن العمل الصالح فيها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. الأيام دي الكل بيبدأ، أو المفروض إن إحنا حاطين خططنا الإيمانية، سواء صيام أو قرآن أو طاعة أو ذكر. المهم إن كل واحد فينا عارف هو بإذن الله هيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإيه في هذه الأيام العظيمة. ولكن السؤال الجميل اللي إحنا نسأله لأنفسنا: البيوت شكلها إيه في الأيام العظيمة الجميلة دي؟ بمعنى الأزواج والزوجات، هل بيجتمعوا على طاعة في هذه الأيام الطيبة المباركة؟ ولا كل واحد فيهم بيعمل طاعته على حدة وبتكون طاعات فردية؟ احنا في حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى مش هنتكلم فقط عن فضل هذه الأيام العظيمة اللي اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا مع حضراتكم، وأكيد حضراتكم عارفين، ولكن هنتكلم عن البيوت العمرانة. بمعنى إن إزاي الزوج والزوجة يحطوا إيديهم في إيدين بعض عشان يشحنوا رصيدهم ويخلوا قلوبهم دايما عمرانة بحب الله، وبالتالي هتكون عمرانة بحبهم لبعض، فيها إيمان نفسي. وإزاي الطاعة تكون مشتركة ما بينهم وما بين بعض علشان تقدر نفوسهم تهدى وحياتهم تكون مستقرة وفيها حب ومودة وسكن. هنتكلم بواقعية كمان عن الأم وعن الزوجة اللي بتبقى محتارة ومضغوطة في الأيام دي ما بين إن هي البيت والأولاد وتجهيزات العيد، ربنا يجيبه علينا بالخير يا رب، وبين رغبتها طبعا في الطاعة وفي التفرغ للعبادة. إزاي بقى الزوج يكون سند ليها، ما يكونش بيضغطها وعلى طول في الأيام دي عايز يعمل عزايم، وعلى طول في عرفة عايز يعمل عزومة كبيرة، فبالتالي هي تكون مجهدة ويضيع منها طاعة وعبادة. وتعرف كمان إن الطاعة دي وخدمتها لبيتها ولأولادها ولزوجها تنعكس طبعا عليها، وهي هتكون مدخل ليها للجنة. وكمان أولادنا يشوفوا الأب والأم وهم مجتمعين على طاعة. كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى هنناقشها مع ضيفتنا الفاضلة اللي مشرفونا، الأستاذة منال خضر، المستشارة الأسرية والتربوية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة منال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك يا ندى، ودايما موفقين، وكل عام وأنتم بخير بالأيام المباركة، خير أيام الدنيا وأحب الأيام إلى الله عز وجل. وحضرتك بألف خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. الحقيقة احنا يعني دايما بنتكلم عن البيوت، وان احنا عايزين الأزواج والزوجات دايما يكونوا قريبين من بعض، ومفيش أعظم من هذه الأيام اللي تقربنا ما بيننا وبين أزواجنا. فخلينا نتكلم الأول يا أستاذة منال عن شحن الرصيد الإيماني للبيت. إزاي الزوجين ياخدوا الأيام دي العظيمة دي إنها تكون فرصة، يعني زي ما نقول كده كفرصة إنقاذ أو بداية جديدة لتجديد حياتهم وطاقتهم الإيمانية والنفسية داخل البيت بعد فترات طويلة من الروتين أو الخلافات. بسم الله الرحمن الرحيم. بشوف يا ندى، هو مفيش أعظم ولا أجل ولا أفضل من اتنين تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرقا عليه. احنا الزوجين دول اجتمعوا على كلمة الله وعلى ميثاق غليظ وعلى طاعة الله عز وجل، وحتى الزواج في حد ذاته والفكرة منه هي عبادة لله سبحانه وتعالى. فنحن في حالة عبادة بزواجنا وبحياتنا وبأولادنا، نحن نعبد الله بأهلين. فأنا مستحيل أقدر أنجز أو إن أنا أستفيد أو أشحن من جوايا طاقة إيمانية من غير ما أعرف قيمة وعظمة هذه الأيام وبركاتها علشان أقدر أستفيد بيها. لأن كل ما غلى الثمن وكل ما غلت القيمة وكل ما عليت القيمة، كل ما كانت الجهاد فيها أعظم. وإني أنا يعني أحاول إني أنا أجتهد إن أحصلها، بيكون الموضوع بيحتاج تركيز وتخطيط. يعني إحنا لما نقول إن هذه الأيام هي خير أيام الدنيا وأحب الأيام إلى الله عز وجل، وأقسم بها الله عز وجل في كتابه العزيز: والفجر وليال عشر، وهي الأيام التي تجتمع فيها أمهات العبادات.
احنا كمسلمين بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. هذه يعني تكتمل في أيام أخرى، ولكن الحج تكتمل فيه أركان الإسلام ال5، أمهات العبادات. وفي هذه الأيام المباركات يوم عرفة اللي هو خير يوم طلعت فيه الشمس، خير أيام الدنيا، اليوم الذي يتجلى فيه الله عز وجل على السماء الدنيا، ويباهي الملائكة بالحجاج، ويباهي الملائكة بعباده الصالحين. هذه الأيام المباركة تشتمل على يوم النحر، يوم عيد الأضحى. يوم الأضحى إن إحنا بنضحي وبنسير على سيرة سيدنا رسول الله، ومن قبله سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لما فداه الله عز وجل بكبش عظيم. فإحنا في هذه الأيام المباركة لما نعرف قيمتها وعظمتها ومكانها عند الله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من العشر من ذي الحجة. ونيجي هذه الأيام تكون خير ختام، لأن احنا في نهاية السنة الهجرية لينا كمسلمين، نهاية السنة الهجرية، فنختتم أيام هذا العام ونحن في طاعة وفي عبادة وفي صوم وصلاة وصلاح. ولا تحلو العبادة ولا يشعر العبد بأنه يعني مستمتع إلا أنه هو بياخد أهله وبيته وزوجته معاه. قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. إزاي أذهب يعني إني أنا أروح لربي بدون أبنائي، أذهب إلى ربي بدون زوجتي، أذهب إلى ربي بدون أهلي؟ هذه الأيام المباركات ربنا سبحانه وتعالى جعلها هدية وبركة لأمة محمد، وخاصة للأسر والأزواج والأبناء والبنات. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه الأيام، الأولاد لما بيتربوا في نفحات الله، إن ربنا سبحانه وتعالى ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. فأولادنا لما يتعرضوا لنفحات الله في أسرة وبيت وأم وأب اللي فيه التكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونفضل نكبر ونكرر ونكبر، نعلي كلمة الله أكبر في أولادنا، نعلي ذكر الله سبحانه وتعالى في نفوسنا، نبقى في حالة خضوع أننا أصغر والله أكبر منا جميعا، فنحن عبيد لله عز وجل. استشعار معنى العبودية أنا وأولادي. الله أكبر من همي وغمي وألمي وحزني، الله أكبر من كل أزمة مادية بيني وبين في الأسرة احنا بنعاني منها، الله أكبر من أي ابتلاء في ابن من أولادي مريض أو عنده مشكلة، أو إلى حد ما في سن شباب واتخذ طريق غير الطريق الذي كان يتمنى الأم والأب. فالله أكبر من هذه الفتنة، وربنا سبحانه وتعالى هيحفظه هيرده. الله أكبر من إن يكون في الأسرة مريض أو حالة صعبة أو كانسر أو كذا أو أي أمراض من الأمراض المستعصية اللي الناس بتقول الدكاترة عاجزة عن إنها تحلها، لكن في طبيب. الله أكبر من هذه هذا المرض. بالتأكيد هو جانب كمان إن أولادنا لما يشوفوا والديهم بيجتمعوا على طاعة، سواء التكبير زي ما حضرتك ذكرتي أو التجهيز لطاعة والعبادة أو الأحادية، ده هيفرق معاهم. ولكن إحنا هنتكلم بشكل تفصيلي عن هذا الجانب ونقول الأب والأم يعملوا إيه مع أولادهم. ولكن أستاذة منال، خليني أتكلم عن شركاء في الطاعة، يعني الزوج والزوجة في هذه الأيام العظيمة، وزي ما حضرتك ذكرتي إن هم لابد إن هم يكونوا مجتمعين على طاعة ووضع خطة عبادة مشتركة. طيب إزاي يقعدوا مع بعض؟ هيحطوا الخطة دي إزاي تناسب ظروفهم؟ نحول الطاعة والعبادة من مجرد إن هي مجهود فردي كل واحد فيهم بيعمله في الوقت المناسب له فقط، ولا لا هي تتحول بقى لمشروع مشترك ما بينهم هما الاتنين يجتمعوا فيه على الطاعة؟ الأمر ده يتم إزاي ويتفقوا عليه إزاي؟ المشروع ده أعظم مشروع، لأن ده مشروع نهاجر فيه ونذهب معه إلى الله عز وجل، زي ما كانت ستنا هاجر وسيدنا إبراهيم متعاونين على الطاعة وهم مش موجودين مع بعض. راح تركها في أرض صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء وسابها ومشي. هم متفقين على طاعة. الله أمرك بذلك. طب ما هو ما كانش موجود معاها، هيسيبها ويمشي، سيب لها بعض التمرات وبعض الماء. قال يعني أومأ إليها برأسه وعلى إنه الله ده أمر من الله عز وجل. فهي قالت له إذن لن يضيعنا الله. فكل زوج وزوجة هيتفقوا على طاعة
الطاعة مش لازم يا ندى تبقى موجودة واحنا قاعدين مع بعض في نفس الغرفة واحنا قاعدين في نفس المكان. مم. الطاعة لازم كل واحد فينا يبقى عايش مع الآخر في كل ثانية وفي كل دقيقة. هم حتى لو مش موجودين مع بعض يبقى في خطة، يبقى في هدف، يبقى في وسائل متفقين عليها، يبقى في كل واحد فيهم بيذكر التاني. أنا أعرف يا ندى زوج فضل مسافر 20 سنة بعيد عن زوجته، مم. وكان كل صلاة هو مسافر بره بيشتغل، مم. كل صلاة بيتصل الصلوات الخمس طول 20 سنة يتصل مم. على زوجته: ها صليتي؟ الأولاد صلوا؟ ها صليت؟ طب مسافر و20 سنة وما زهقتش وكل يوم 5 ما مرات شاء الله. وتتصل. أيوة مم. دي جنة، دي رضا الرحمن، دي جنة عرضها السماوات والأرض، ألا إن مم. سلعة الله غالية. لازم مم. اتفاق، لازم تخطيط، لازم وضع أهداف، لازم مشاركة الأبناء في الخطة اللي هنعملها. مش بس الزوج والزوجة يا ندى، لا احنا كلنا عيلة قلب واحد. احنا هنروح لربنا ونشهد الله في هذه الأيام المباركة واحنا في تاني يوم إن احنا يا رب داخلين الجنة ونحن جماعة واحنا مم. ماسكين في إيد بعض. ما أيوة. حدش فينا بإذن الله. هيسيب حد يروح النار أو مم. هيترك حد من الزوجة أو الأولاد وهو مش معاه. لا احنا بالظبط. كلنا إن شاء الله مم. هنبقى مع ربنا. علشان يا كده رب. أنا بقول لكل زوج وزوجة: مم. أرجوكم حاولوا، إحنا لسه تاني يوم، اقعدوا دلوقتي اعملوا خطة للأيام دي. وما مم. أعظم وأجمل العبادات وأيسر العبادات اللي ممكن الزوج والزوجة والأولاد يعملوها حتى لو هم مش قاعدين مع بعض. مم. عبادات سهلة بالتأكيد. كتير قوي لو اه. نتكلم عليها ما مم. أسهلها إن إحنا نقعد نفتح مجال الأسرة كلها ممكن إيه العبادات اللي تشترك فيها بكل سهولة وهم مستمتعين وحاسين إن هم عايشين في رحاب الله. وينووا مم. كلهم تمام. إن إحنا الحج إحنا مش لازم نحج بس بأجسادنا، إحنا ممكن نحج إلى الله بقلوبنا وعقولنا، ممكن مم. نحج إلى الله بعباداتنا. الحج ممكن ناخد المعنى والروح بتاعته ونعيش مم. عليها في هذه الأيام المباركة. بالتأكيد. طيب احنا عندنا كل سنة يعني بنقع في مشكلة المعادلة ما بين العبادة والمسؤولية اللي بتقع على عاتق الزوجة. في تحدي كده بيواجه الأمهات وبيواجه الزوجات ما بين طبعا مسؤوليات البيت ورعاية البيت والطبخ وضغوط البيت وصعوبة إنها تتفرغ للعبادة في هذه الأيام المباركة العظيمة. إزاي نوازن إحنا كأمهات وكزوجات ما بين أمور البيت ومسؤولياتنا وما بين الطاعة والعبادة، خصوصا لو مثلا هي موجودة في بيت عيلة وعلى طول بيبقى في مثلا عزايم والناس صايمة، أو إن الزوج معتاد إن هو بيعزم ناس من بره في الأيام دي وبالأخص يوم عرفة. فإزاي نعمل الموازنة دي والمعادلة دي بحيث لا نقصر هنا ولا نقصر هنا؟ انت عارفة يا ندى المشكلة فين في الجمل اللي انت قلتيها ايه دلوقتي؟ مشكلة مم. عند الزوجات والأمهات والنساء في البيوت ايه؟ مم. المشكلة إن هم عاملين فصل بين العبادات وبين الأعمال اليومية المنزلية، خدمة الأولاد، الطبخ، الأكل، رعايتهم. مفيش فصل أصلا، أنا عايشة في عبادة. مم. يعني أنا لازم أبقى عارفة إن حياتي كل لحظة في حياتي، بس هو الفرق إني أنا بستحضر النية. يعني أنا لو بأطبخ بالظبط. بنوي إن ربنا مم. سبحانه وتعالى يقيم أجساد أولادي، إنهم يكونوا أقوياء أصحاء يعينهم على الصلاة والطاعة. لو أنا بدرس أولادي أنا بعلم أولادي إزاي يكونوا عندهم علم وفهم يتعرفوا به إلى الله ويعرفوا خلق الله ومحدش يقدر يفتنهم في دينهم. هي مم. المشكلة بس في إني أنا أجدد النية وأتعامل مع أسرتي وأهلي وبيتي على إنهم جزء عظيم وكبير من عبادة. أنا بعبد ربنا بزوجي مم. يا ندى. العلاقة بين الزوج والزوجة، العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة دي عبادة، دي عبادة. يعني بالتأكيد. الزوج والزوجة في هم في حالة هم بينموا نية عبادة، بينموا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت إن وضعها في حرام؟ يعني ما هياخد أيوه. ذنب وهياخد أيوه. إثم. فأنا مم. في عبادة. أنا مش عايزة الأمهات تعيش لأن ده بيعمل تمزق وحالة مم. نفسية وأنا ضايعة. وتلاقي كل البنات وكل معظم البنات أنا للأسف زوجي وولادي واخدين كل وقتي مدمرين عليا حياتي. لا مم. ده هم منورين عليا حياتي، ده هم حسناتي، ده هم جهادي. ده جهاد الوقت اللي أنا فيه ده، الظروف اللي أنا فيها ده جهاد الوقت. أنا لما بأطعم
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. انا بطعمهم لله، انا مم. بعمل عباده لله عز وجل. بس انا طبعا لما يا استاذه اكون مثلا منال لابد ان احنا نوازن، ما ينفعش نفضل طول النهار في المطبخ او في امور البيت وتجهيزات العيد وابقى خلاص بقى يعني بقول يا ان انا ندى، ايوه هاخد على ده اجر، ولكن انسى العباده الاساسيه. لا يا ندى، أنا لا أتكلم إلا على إني أسخر حياتي كلها لعبادة الله، وأنا مم. لازم يبقى عندي كياسة وفطنة وحكمة أدير مم. وقت. يعني إيه أنا عمري ما شفت، يعني إيه ست تقعد 4 5 ساعات في المطبخ، ولو إن وهي في المطبخ برضه وهي بتقلب هتسبح وتحمد وتكبر، وهي ايوه بتقطع هتسبح وتحمد وتكبر بالظبط وهتذكر الله. بالظبط. وإحنا عندنا عبادة سهلة، وأنا في المطبخ برضه يا ندى لو حصلت ظروف واتأخرت شوية عندنا عبادة أحب خير ما قلت أنا والأنبياء قبلي لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر، لو أنا بشتغل. لكن أنت مم. بتتكلمي على حتة بقى جزئية مم. إن أنا الزوجة لازم يكون عندها حسن إدارة، وقتي كله لازم يبقى عندي بالظبط في اليوم ايوه. أذكاري، لازم ايوه يكون عندي قرآني، لازم يكون عندي جلستي اللي هي بعد العصر للمغرب، لأن ده وقت عظيم. نهار أيام ذي الحجة عظيم، أعظم من نهار أيام ايام رمضان، رمضان. وليالي العشر الأواخر من مم. رمضان أعظم من ليالي هذه الأيام. فأنا بالتاكيد. لازم في اليوم يبقى عندي برنامج فيه ذكر فيه طاعة. يعني والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إيه هو خير بالتاكيد. الذكر؟ قراءة القرآن الكريم. إن أنا يبقى عندي وردي في الاستغفار. سيدنا أبو هريرة كان في اليوم في هذه الأيام المباركة بيسبح ويستغفر ويحمد 12,000 مرة، 12,000 مرة في اليوم. فأنا لازم يكون عندي همة، أصل الأيام دي ما مم. بتتكررش. أنا عندي 10 أيام مش بيتكرروا طول السنة، وأيام معدودة، أيام معلومة محدودة. فرصة إن أنا وأدخل في هذا السباق إلى الله عز وجل. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. أنا لازم أسارع. فلا لازم يبقى بقى في همة، في خطة معمولة، في يعني ملفات متوزعة على الأسرة كلها. مش أنا اللي بعمل وأسوي. لازم الأسرة. للأسف الأم المصرية الطيبة بتشيل كل حاجة اه ما وما هي بتحاولش توزع ده الخطأ المهام. اللي بتقع فيه معظم الأمهات والزوجات يا أستاذة بدر. ولكن اسمحي لي بس احنا وقت حلقتنا خلاص بينتهي. أخيرا في دقيقة عايزة في نقاط رئيسية أعرف من حضرتك أثر العبادة والاجتماع على الطاعة في هذه الأيام الطيبة المباركة على العلاقة الزوجية، سواء الأثر النفسي أو الأثر التربوي. إزاي ينعكس ده على الحب وعلى الود وعلى العلاقة الزوجية ما بين الزوجين في هذه الأيام، ونطلع منها لا احنا حاسين بحياة تانية كأننا لسه عرسان جداد. فبما رحمة من الله لنت له. ارحم من حولك، ارفقي بزوجك وأهلك وهو يرفق بيكي. لازم الطاعة بتخلي فيه اطمئنان، في هدوء، في سكينة، بتطرد الشيطان من البيت. وكل ما الشيطان ملوش مكان في البيت، كل ما كانت مهمته صعبة في إنه يخبب ويخرب بين الزوج وزوجته، وإن هو يحقق مراده. لازم الزوجة والزوجة يبقوا هم بيعرفوا إزاي يعني يحبوا بعض ويرحموا بعض ويرفقوا بعض. فأنا دايما بوصي الأزواج والزوجات حاولوا تصلوا مع بعض، وتكون بعد الصلاة في جلسة كده، جلسة حب وود بين الزوج والزوجة. حاولوا تساعدوا بعض على الصيام، وقبل المغرب كده بساعة ولا بحاجة الزوج يدخل يطبخ معاها ويعمل السلطة وتزوق الأولاد والكذا، وهي رايحة وهي جاية يحضنها يطبطب عليها يبوس راسها تسلم إيدك. إحنا بنتعبك معاه، وهي تقول له ربنا يبارك فيك، دي طاعة ودي عبادة. الكلمة الطيبة صدقة. الضحكة، إنهم يضحكوا لبعض ويبتسموا في قلوب بعض. كل ما كان الإنسان أقرب من الله، وكل ما ارتقى بطاعته وبعبادته، كل مم. ما كان أرحم وأحن وأحب وأطيب، ويكون مم. الشيطان بعيد عنه. وكل ما كانت بالتأكيد. البيوت فيه هناء وفي استقرار وفي مودة وفي رحمة. والعيد يجي وإحنا عندنا عريسين مش زوجين متجوزين بقالهم 15 ولا 10 ولا 5، لا هيبقى عندنا 2 عرسان جداد بيتعرفوا على بعض. مم. وبيكون العيد بالنسبة لهم كأنه عرس ليهم، بسبب بالتأكيد. وتتويج أيوه. للمجهود اللي هم ما عملوه في انهم يساعدوا بعض على طاعة الله عز وجل. مم. ويكون ده ليه نتيجة وليه مردود على علاقتهم مع بعض الجميلة اللي فيها مودة ورحمة وسكينة. وكل عام بإذن وانتم الله بخير، وربنا وحضرتك يتقبل بخير. منكم
آمين وجزاكم يا الله رب. كل خير على الاستضافة شكرًا واللقاء جزيلًا الجميل ده. لحضرتك، شكرًا جزيلًا للأستاذة منال خضرة المستشارة الأسرية والتربوية، باشكرِك جزيل الشكر على وجودِك معانا، شرفتينا ونورتينا، كل عام وحضرتك بخير. نتذكر دائمًا إن البيوت اللي بتجتمع على طاعة في هذه الأيام المباركة هي بيوت بإذن الله بتُرزق البركة في الرزق والسكينة في القلوب، يعني الأيام دي بتكون بداية لخير وحياة مليئة بالحب والمودة والسكينة، بداية جديدة لبيوت مليانة خير، فإحنا مش عايزين نضيّع الأيام دي، كل واحد فينا في عبادة وطاعة لوحده، ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، فخلّينا دايمًا متصلين بالله ومتصلين ببعضنا البعض، ندعو الله سبحانه وتعالى بكل الحب والمودة والسكينة لبيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين، وكل عام وحضراتكم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الطاعات. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.